اهلا بيكم حلقة جديدة من برنامجكم التاني تسوية وش ودكتورة مي نجيب. احنا هنتكلم عن السلسلة دي عن المشاعر، وسلسلتنا عن المشاعر هنبتدي بيها عن ان انا مش عارف ادير مشاعري، او مش عارف اعمل كنترول على مشاعري وافهمها. واول عرض من اعراضها اني انا في بعض المشاعر كده اللي مش عارف اتعامل معاها، وهي بتطلع مني بشدة وبعنف من غير ما اكون عارف اوجهها صح، او اعمل كنترول عليها، او افكر فيها، او اظبطها حتى الكمية بتاعتها ايه. من ضمنها مشاعر الغضب، او مشاعر الخوف، او مشاعر الاستياء. المشاعر دي ممكن تطلع مني بعنف شديد قوي من غير ما اقدر اعمل عليها كنترول او اوقفها، او حتى افكر في اسبابها. طب ده بيجي نتيجة لإيه؟ نتيجة غالبا ده بيجي من الطفولة، بإني بتعرض لتروما شديدة، يعني موقف شديد حصل لي من وأنا صغير وما قدرتش أعبر فيه عن مشاعري، أو ما لقيتش حد يحتويني بصورة كويسة. فده ممكن يخلي عندي نوع من الغضب اللي توصل بيا إن أنا مش عارف أظبط الغضب بتاعي، وأكبر وكل حاجة، لكن يبقى عندي مشكلة في فهم غضبي، وفهم أفكاري، وفهم كلامي اللي بيطلع مني وأنا حتى مش عارفه ومش فاكره من كتر ما هو بيبقى حاد وشديد. أو ممكن بيحصل نتيجة لإهمال شديد في الطفولة، أو إن حد من الأهل بابا أو ماما عندهم نفس المشكلة، إن هو مش بيعرف يعمل كنترول على مشاعره. طب ايه تاني هيبقى نتيجة لاني المشاعر دي غير مدارة جيدا ومعليهاش كنترول؟ اول حاجة اني صاحب المشكلة دي بيبقى معاه مشكلة اكبر، ان هو مش بيعرف ينام كويس. مش بيعرف ينام كويس، ده هو بيروح ينعس يلاقي نفسه بينام ويصحى، او مش عارف يدخل في النوم كويس. الحاجة التانية اللي بيتعرض ليها هي انه مش بيعرف يفوت المواقف. يعني اي موقف بسيط حتى لو صغير ممكن يفوت مع ناس كتيرة، لكن هو مش عارف يفوت. بيقف على المواقف لدرجة ان هو ممكن يبعد عن الناس ويغضب منهم ويبعد عنهم، ويقطع علاقاته مع الناس، وفي شغله وفي اهل بيته، وفي محيطه السوشيال كوميونيتي بتاعته. بتلاقيه عنده استعداد يخسر الناس لانه غضبان مثلا غضب شديد ومش قادر يعمل عليه كنترول. المشكلة ان هو مش بيبقى عارف ان هو المشاعر دي يميزها جواه، ومش بيبقى عارف يعمل كنترول، ولا يعرف يعمل يفكر حتى في سببها ايه ومنطقها. يعني ايه منطقها؟ يعني يشوف هل غضبي ده موازي للسبب اللي انا غضبانه عشانه ولا لا. الحاجة الثالثة ان بيبقى معاه كمية من الافكار السلبية اللي هو مش قادر يعمل عليها كنترول. مش بس مش قادر يعمل عليها كنترول، ومش عارف يوقفها. وده بيخليه كمان الحاجة التانية ان هو اقل نقد بيتوجه له يخليه غضبان غضب شديد، وممكن يقول كلام شديد قوي ويبقى حاد قوي ويخسر الناس، وهو مش عارف ده مجرد ايه، نقد بسيط اتوجه له، الى جانب ان هو بيقلب قلبه مرة واحدة. واحنا بنقولها كده، بيتغير موده مرة واحدة من كلمة، من موقف، من اي حاجة. بيتغير موده وعنده استعداد بيقول كلام صعب جدا وحاد جدا، وعنده استعداد يخسر الناس بمنتهى السهولة. المشكلة بقى ايه بقى؟ المشكلة ان الناس اللي عندها عدم تنظيم لمشاعرها دي، ومش عارفة سببها، ومش عارفة توجهها صح، ومش عارفة تعمل عليها كنترول، بيبقى عرضة اكتر للاكتئاب، وهما بيدخلوا في حالات من الاكتئاب شديدة، وبيضطروا يحتاجوا لعلاج دوائي. الحاجة التانية ان هو ممكن لو ما دخلش في اكتئاب، ممكن يدخل في اي نوع من انواع الادمانات بسهولة. ادمان مواد مخدرة، ادمان مواقع، او حتى ادمان اكل، يعني يقعد ياكل بشراهة من غير ما يقدر يعمل كنترول على نفسه. الحاجة الاخيرة اللي احنا عايزين نقولها هي ان في بعض الامراض كمان، يعني صاحب الاتنشن deficit هايبر اكتف، اللي عنده فرط حركة وقلة انتباه، ممكن يبقى مصاحب ليه النوع ده من
المشاعر الغير مظبوطة أو الغير مدارة إدارة كويسة. طيب هل الشخص ده يقدر يتحكم في مشاعره ويقدر يديرها إدارة كويسة أو يتعلم؟ حتى لو كبر هو يقدر يعمل ده، وده اللي هنشوفه الحلقة الجاية. شكرا.